ايوه يا استاذه اسماء، ازي حضرتك؟ خلاص يا فندم موافق. لا قفشه ده رامز جلال الافيهات، ده احنا هنكهرب الدنيا ما تقلقيش، انت بس انكشيه وهو بيروح، ده رشاش افيهات. لا هنعمل حلقه نار ان شاء الله. ماشي يا استاذه، انت بس انكشيه كده وهو بيروح. بس كلميه في الفلوس بس. تحت امرك يا نجمه، تحت امرك يا نجمه، تحت امرك يا نجمه. الف سلامه. انا عارف اسماء ده اسم ولا صفه. يا مساء الخير والسعاده على الناس الحلوه بزياده. انا محمد حرف وده برنامج المشاكس، ويلا بينا نحكيها صح. رمضان السنه دي عامل زي الدوري بالظبط، من دور واحد طالع جري. كل سنه وانتم طيبين. النهارده حلقه قويه جدا. هنتكلم النهارده عن مباراه الاهلي وزد ومكاسبها الكتيره ومدرب الاهلي القادم وتصريحات رامز جلال الاعلام الرياضي كابتن مجدي قفشه. مباراه الاهلي وزد هي مباراه مش محتاجه كلام، مباراه يا توديك في الصداره، هتطلع ناس وهتمشي ناس وهتدخل ناس وهتقيم ناس. هي مباراه الغربله من لان دي الفرصه الاخيره لمستر يس دروب. مستر يس دروب، لا جديده تحت الشمس، لا جديد في الاداء ولا جديد في الخطه ولا جديد في المركز ولا جديد في اي شيء جديد. مستر نو نيو، مستر نو نيو على طول. ما فيهوش، مش مديلك اي حاجه، مش مديلك احساس ان انت مطمن، مش مديلك احساس ان شكل الاهلي هيرجع، مش مديلك احساس ان الاهلي غير مدرب، مش مديلك اي انطباع ان في حاجه جديده بتحصل. هو انت بالنسبه لك اهم حاجه الثلاث نقط والمباريات التي تكسب ولا تلعب والاجهاد والغيابات والاصابات ونفس التابو اللي احنا بنحكي فيه. لكن انا عايز اقول لك ترابيزه النادي الاهلي مشتعله، لاول مره في تاريخها تكون ترابيزه النادي الاهلي منقسمه. الترابيزه في الاداره عامله قصه كبيره بسبب مدرب النادي الاهلي، وتعالت الاصوات بان احنا ادينا فرصه لموسيماني، ادينا فرصه لتروب، وايه الراجل ده اسماني ده اسمه ايه، وادينا فرصه لريبيرو. ان الاوان ان احنا نحط النقط على الحروف ونبتدي نحط النهارده بدايل ما تكلفناش بالدولار، لان احنا على اعتاب ان احنا ندفع شرط جزائي جديد. فانت النهارده ترابيزه الاهلي منقسمه حوالين علي ماهر او عماد النحاس، ايهم اصلح للمرحله؟ السؤال لينا وليك. فانت النهارده ترابيزه النادي الاهلي مشتعله، لان هي قالت لك الناس بتتكلم في انه احنا مش هنستنى ان نتحدث بالازايز من المدرجات. الناس خايفه الجماهير تحدثها بالازايز من المدرجات، والناس اللي منحازه لملف المدرب المصري كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب، والناس اللي منحازه لملف الاجنبي عشان الايمج والشو والقصه والاعلانات والتسويقات هو جانب الراس مالي اسامه هلال ومستر ياسين منصور. لكن انت النهارده بتشوف ان طالما ترابيزه الاهلي منقسمه يبقى في شيء غلط في الفرق، طالما ترابيزه الاهلي فيها شد وجذب يبقى احنا هنطلع بحاجه كويسه. اهم حاجه ان احنا النهارده نشوف ماتش زد وماتش بيراميدز والزمالك. ليه؟ لان انت النهارده ده ماتش الصداره، زمالك وبيراميدز الاول والاهلي الثاني. فانت بتبص النهارده انه الاهلي ماتش زد ماتش مش سهل، ماتش زد ماتش مش سهل، لان محمد شوقي عايز يدافع عن كبريائه، عايز يطلع من قصه ان انا متهم بان انا ممكن اتهاون قدام النادي الاهلي. النهارده ما فيش حد بيلعب بالانتماء، بيلعب بشرف ونزاهه من الاخر عشان ما نخشش في قصص. والنادي الاهلي مش ولاده اللي هم النهارده يجوا قدام الاهلي ويلعبوا لصالح النادي الاهلي، بالعكس الكلام ده احنا ممكن نشوفه في انديه ثانيه وناس تطلع تقول عادي. لكن اللي اتربى في النادي الاهلي بيبقى سمعته زي البرلان، بيلعب بقلب وروح، بيلعب باخلاص للمكان اللي بيكون موجود فيه. ونقول اصل شوقي ابن الاهلي فهيفوت للاهلي. فاهمني يا عمو؟ فاهم ولا ايه؟ الكلام ليك عشان الصفحات اللي شغاله يعني. فهم لو كانوا فوتوا للزمالك مش هيفوتوا للاهلي. فانا عايز اقول لك ان مباراه زد مباراه قويه جدا وفيها شراسه ونديه، وفرقه زد فرقه بتلعب كوره ومعاهم مدرب عنده افكار واضحه في الملعب، وما بيلعبش بيدافع، بيلعب جيم بينج بونج، بيهاجم وبيدافع وبيعمل انتشار في الملعب واستحواذ، وكورته حلوه وعنده ناس بتنفذ كوره بشكل قوي جدا. فانت النهارده بالنسبه لك ده ماتش لا يقبل القسم على التين. تخش زد لازم تخرج من زد، لان زي ما بقول لك ده ماتش الغربله. فانت النهارده كسبت، تصدق فوزك على زد هو ده ماتش الدوري، لان الزمالك وبيراميدز هيقابلوا مع بعض، الناس اللي في الصداره هيخبطوا في بعض، لازم في خسائر هتطلع، تعادل الثاني هيكسب. المهم ان انت تحافظ على نفسك وتبص في ورقتك وتخلص ماتشك بنظافه وبالشياكه. الحق نفسك عشان دي مباراه الفرصه الاخيره لمستر يستروب، وكمويش حظ مفيش. ما تقوليش، ما تسالنيش، ما تمديش اي حاجه فيها ايش، هي هتلاقيها كمويش. يعني مفيش، ما تلاقيش، ما عنديش، ما يلزمنيش، وانا اقول لك عم كمويش ما يلزمنيش. باي باي كمويش. طبعا نجم النجوم ونجم القضيه ممكن محدش ينكر ان قفشه فرح الناس بالجون اللي احرزه في نهائي القرن ما بين الاهلي والزمالك، ومن ساعتها عمل زي مجدي عبد الغني لما عاش على الجون بتاع 90 في كاس العالم. فضلنا مجدي قفشه من ساعه جون القضيه ممكن وهو عايش سي دي اي بس. لكن انت النهارده جيت من بعديها ما شفناكش، طلعت مع ابراهيم فايق وخربت الدنيا، طلعت مع اسماء ابراهيم وفورت الدنيا، فتحت الدنيا. محدش يقدر النهارده يصنف جمهور الاهلي مين اهلاوي قوي
ومين اهلاوي نص نص. احنا كلنا اهلاويه لان احنا عيله واحده. ممكن كل واحد يحب بطريقته، ممكن كل واحد ينتقد بطريقته، لكن انت لو مش مصدق الناس دي اهلاويه انزل بص في الكومنتات، خلي حد يقرا لك التعليقات، ولا انت ما كملتش تعليمك. لكن انا عايز اقول لك ان في الفلاحين في شويه حاجات كده الفاظ، وفي شويه ممكن واحد يقول لك ايه، اصل الواد ده اللي في قلبه على لسانه، وواحد تاني يقول لك الواد ده على طبيعته، الواد ده على نياته، وفي مثل تاني يقول لك ايه، الواد ده تربش مدب. انت واخد بالك؟ انت تربش مدب. واحد تاني يقول لك ده في خبث الفلاحين. فانت اما تيجي النهارده عايز اقول لك كابتن قفشه، انت لو قعدت في الغيط وشغلت الترومبه بتاعت الميه دي، الترومبه، وتصورت وحطيت الصوره بتاعتك على الانستجرام او على الفيسبوك وما جابتش لايكات، انت مش هتنزل النادي الصبح خالص. دي السوشيال ميديا اللي انت بتقول عليها. السوشيال ميديا هي الجرايد بس بشكل جديد. هي النهارده اللي بتتكلم وبتقول لك ايه اللي حصل في الملعب وايه اللي جرى في الملعب، وكل الناس بتحب السوشيال ميديا. انت ما تقوليش النهارده اصل جمهور نادي الاهلي اللي بيقابلني في الشارع وجمهور نادي الاهلي بيجي في المدرج. جمهور نادي الاهلي اللي قاعد قدام الشاشه واللي قاعد على السوشيال ميديا ده اللي بيديك فلوسك، لان انا اللي بتفرج على الماتش، وانا اللي بشتري المنتجات اللي بتيجي في الاعلان ساعه الماتش، وانا اللي بتابع صفحه النادي الاهلي، وانا اللي بشتري تيشيرت النادي الاهلي، وانا اللي بشتري التيشيرت اللي في السوق اللي عليه رقم الفانيلا بتاعتك، وانا اللي بدفع فاتوره عقود لعيبه النادي الاهلي. ده الجمهور. الجمهور هو اللي بيصرف على النادي الاهلي. النادي الاهلي، حب النادي الاهلي وراثه بالنسبه لنا، مش عقد احتراف بنديه سنه وسنتين. انت بالنسبه لك النهارده موجود فين؟ انت موجود في الاتحاد بعقد اعاره، يعني انت ركبت الطياره، واللي بيركب الطياره صعب يرجع تاني، وممكن بعد الاتحاد تلاقي نفسك انت ماضي مع نادي الزمالك اللي هو الغريم التقليدي. لكن هات النهارده واحد بيشجع النادي الاهلي وقول له انا عايز امضيك عقد سنتين تشجع نادي الزمالك، او عايز امضيك سنتين تشجع بيراميدز، يقول لك ابدا، انت كانك بتقول لواحد مصري انا عايز اخليك اسرائيلي. رساله وصلت؟ فانا عايز اقول لك المثل بيقول لك لسانك حصانك ان صنت صانك وان هنته جابك على ودانك. فانت النهارده يا كابتن روحك خفيفه. ولكن اللعيب الفلاح انا مش بقول لك الفلاح عشان في فلاح ابن اصول بيقول لك انا بحب اللي بيدعمني وبحترم اللي بيخالفني، ده اسمه ابن اصول بيحترم كل الناس. لكن في ناس يحبها وناس يحترمها. لكن انا ما اقولش النهارده اصل ده اهلاوي واللي في السوشيال ميديا مش اهلاوي. اللي في السوشيال ميديا ممكن يبقى اهلاوي اكتر منك عادي خالص، اهلاوي اكتر منك، لان هو اهلاوي من غير مصلحه. انما انت اهلاوي بعقد، اهلاوي مؤقت بعقد سنتين. انما هو تشجيع الاهلي وراثه ابا عن جد. انما انت بالنسبه لك تشجيع الاهلي بعقد، بفلوس، باعلان، لو فلان خد وانا ما خدتش، فلان لعب فانا ما لعبتش. رساله واصله. انا عايزك لما تشوف الفيديو تطلع كده للناس وتقول لهم، ما تقولهمش بقى المره دي انا كلامي فاهم غلط، قول لهم انا اتعلمت حاجه من جمهور النادي الاهلي في المقص دي، صح؟ عيب يا قفشه. خير النادي الاهلي على الكل، والجمهور هو اصل النادي، لا حد يزايد عليه ولا حد يشكك فيه ولا حد يصنفه. جمهور الاهلي طول عمره واحد، ونادي الاهلي هيفضل رقم واحد. دي كانت حلقتنا النهارده، ويا رب نكون وصلناها صح. سلام عليكم. لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا، واستنوا الحلقه الجايه عشان مش هتكون القضيه ممكن. سلام.